فرصة الأهلي الأخيرة قدام بورتو، احنا عارفين إن الصعود صعب جدا جدا جدا، ولكن الأهلي لو ما كسبش هتبقى كارثة بكل المقاييس. بص يا كابتن أحمد شوبير، أنت طلعت من يومين قعدت تقول معلش لعيبة الأهلي نفسيتها وحشة وما بيخرجوش من الأوضة، والمدير الفني طلب إن هم يخرجوا ويعملوا. كابتن أحمد الكلام ده كنا بناكل منه زمان، خلاص الكلام ده كله كلام فاضي. حضرتك اللعيبه دي هي اللي اتعلقت في ماتش انتر ميامي وكانت بتروح قدام الجون وتضيع، ما حسوش ليه بالحته دي وما اتضايقوش يعني نفسيا لما كانوا بيضيعوا وحرقوا حرقوا دم الجماهير؟ ليه ما حسوش بالحته دي؟ ولا هو احنا نحس بيهم بس وقت ما يكونوا هم خسرانين ومتضايقين وهم ما يحسوش بينا وهم بيتعلقوا في الملعب وبيضيعوا جوان وبيخسروا؟ ما حسوش ليه لما كانوا هم بيقعدوا يباصوا قدام بالمراس بيطلعوا الكرة بره وخلوا بالمراس كسبك الفريق اللي في المتناول؟ ما حسوش ليه؟ ما حسوش ليه بجماهير الاهلي اللي كانت عامله عشم كبير جدا في ان هي تصعد لدور ال 16 على الاقل؟ ما حسوش ليه؟ لعيبه ما عندهاش اي دم، فانت مطالب دلوقتي ان احنا نعمل حسابهم وهم ما بيعملوش حسابنا، كل واحد بيقبض على قلبه قد كده واحنا اللي بتحرق دمنا في الاخر. انت بتقول ايه؟ انت مش فاهم انت بتقول ايه؟ الفرصه الاخيره للاهلي قدام بورتو، لا اما اللعيبه دي تثبت ان هي فعلا صح، لا اما اللعيبه دي ما لهاش اي لازمه. احنا لازم نتمسك بالفرصه، فرصه صعودنا سهله جدا جدا جدا. بالميراس يكسب انتر ميامي 2-0 وانت تفوز على بورتو 2-0، تقدر تعملها ولا صعب عليك؟ على فكره بالمناسبه بورتو فريق سهل جدا جدا جدا. بورتو ما عندوش غير 2 لعيبه، انا بقول لك من دلوقتي اهو، يا ياسر يا ابراهيم يا اشرف يا داري يا محمد يا هاني يا يحيى عطيه الله، بورتو ما عندوش غير 2 لعيبه، سامو ومورا بس، خلصت، مفيش اي حاجه تاني. بورتو دفاعيا ضعيف جدا جدا جدا، والكرات العكسيه مشكله بالنسبه له، التغطيه العكسيه بالنسبه له صعبه جدا. بورتو انتر ميامي كسبوا، بورتو فريق تعبان، بورتو على الورق احنا نكسبه مستريح جدا جدا. ديانج فين؟ ديانج فين؟ مروان عطيه مش موجود الماتش ده، ديانج فين؟ انا بسال اهو، ديانج فين؟ انت محتاج تامن نص الملعب بتاعك كويس جدا، تامن الناحيه اليمين بتاعتك اللي هي الشمال بتاعتهم، لان الواد مورا ده عظيم، الواد مورا ده انا باكد من دلوقتي اهو عظيم، الواد مورا ده عظيم، يا رب الكلام يوصل. انت محتاج تامن، محتاج المساكين يكونوا كويس جدا، لان المهاجم بتاعهم سامو ده مهاجم رخم قوي، مهاجم طويل سريع قوي، بيطلع يضرب في كل كرة، بيطلع يلعب بالدماغ، بيطلع يعمل كل حاجه، فانت ما عندكش غير الاتنين دول بس، الباقي كله على الله حكايته. الفريق غير منضبط تكتيكيا، عنده مشاكل كتير قوي في الدفاع، عنده مشاكل فراغات في نص الملعب، الفريق ما بيطلع بالكرة، بيحضر بطيء جدا من ورا، لو انت ضغطت عليه كويس جدا من قدام تقدر تقطع كويس جدا وتكسبه. شفنا بالميراس اتعادل معاه بالعافيه، يعني بورتو اتعادل بالعافيه، بالميراس مضيع كوره بثلاث اجوال لوحدها، جت في العارضه نزلت اللاعب شاطها، اللاعب طلعها من الخط ال 18 والجون صدق حاجات. يعني بالميراس هو حظه ان هو ما قدرش يكسب بورتو، لكن بورتو في المتناول للنادي الاهلي بمنتهى السهوله. بورتو اسما دلوقتي بس، لكن على ارضيه الملعب بورتو عادي، انت شويه اجهاد شويه مجهود مع شويه اصرار تقدر تكسب بورتو مستريح. بورتو انت لازم تلعبه، انا شايف من وجهه نظري ان انت لازم تلعب اساسي، تعمل الحته دي. وسام ابو علي، زيزو، ركز معايا، وسام ابو علي، زيزو، تريزيجيه، بن شرقي 10، وسام ابو علي، زيزو، تريزيجيه، بن شرقي 10. الضغط بتاعهم لازم تبقى الضغط عليهم من على الدفاع كويس جدا، لازم تضغط كويس جدا، لازم الاهلي يستغل الاجناب، الاطراف بالنسبه للنادي الاهلي حاجه مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ لان احنا قلنا ان التغطيه العكسيه الباكين ما بيعملوهاش كويس، فالكرات العرضيه بالنسبه لك هتبقى اسهل حاجه انك تخترق بيها الدفاع. المرتدات بالنسبه لك حاجه تكسب بيها مستريح 2-3. انت محتاج الماتش ده مش تفكر في ان انت تتعادل، مش تشوف الاهلي العلق من الاخر كده بتاع الماتش اللي فات اللي خسران 2-0 وقاعد بيباصي ورا وبيدلع في نفسه، لا، محتاجين اللعيبه يكون عندها حميه، محتاجين اللعيبه نشوف اللعيبه فعلا بتحس بينا، مش لعيبه بتقبض فلوس قبيضه وخلاص والموضوع خلص، انا باخد مرتبه والموضوع خلص، لا، محتاجين نشوف لعيبه، محتاجين نشوف الاهلي بيعبر عن انيابه. احنا سمعنا بص اللي يسوى واللي ما يسواش طلع غسلنا بسبب كده. الاهلي هيرجع بعد 3 مباريات، وفعلا الاهلي رجع بعد 3 مباريات، الاهلي اشباه فرص، الاهلي لعيبه لا تفقش يا جدعان، انتوا خليتوا اللي يسوى واللي ما يسواش يطلع يتكلم علينا بسبب ايه؟ بسبب شويه لعيبه ما عندهاش ريحه الدم،
لعيب عايز يشوط ضربه جزاء يجيبها جون بالعافيه، ولعيب رايح انفراد بيضيعها، ولعيبه بتتعولق، ولعيب مش عايز يعمل حاجه، ولعيب مش قادر يجري، ولعيب كارثه كارثه. ريبيرو لازم يحل المشكله بتاعه الوقوع البدني في الشوط الثاني، لازم يحلها، وحلها سهل جدا على فكره، هو اللي مستغبى. انت معاك 5 تغييرات الشوط الثاني، انزل بالخمس تغييرات، وعندك الامكانيه انك تغير الخمس تغييرات واللاعب اللي ينزل يديك نفس اللي كان بيدولك اللاعب الاساسي. اعمل احلال وتجديد للفريق بشكل عام عشان خاطر الدنيا تتظبط في الشوط الثاني، عشان خاطر بدنيا ما تقعش. لما تدخل 5 لعيبه، ال5 لعيبه دول هيدوك طاقه، هيدوك باور، هيفرقوا معاك. لكن انت ما بتعملش ده، انت عندك في لعيبه مخرجها خالص ولاعيبه معتمد عليها بشكل كبير، ده غلط. انت عندك لعيبه بره كوكبه من النجوم تقدر تغيرها، لازم تعمل ده. لازم الشوط الاول تبقى راكب بورتو، والشوط الثاني تبقى راكب ومسنطر زي ما بيقولوا كده. لازم تبقى مسنطر بورتو وراكبه، غير كده الاهلي هيبقى ولا عمل اي حاجه، والفلوس فعلا اتصرفت على اللي هو حكايتها، وفعلا ان الاهلي بيروح ويرجع. انا شايف الاهلي بيروح كاس العالم ده هو ترفيهي. احنا مش فاهم ليه مش قادرين نلعب الفرق. الترجي كسب يا راجل، الترجي اللي ما صرفش جنيه كسب. انتوا مش عارفين تكسبوا ماتش، والماتش اللي قدامك تكسبه وانت رايح بطوله كبيره، رايح تتعاولق هناك وتعمل لي فيها ابو تريكه، وداخل عمال اللي عايز يحط لي ببطن رجليه، واللي عايز يرقص لي، واللي عايز يشوط، واللي عايز يلعب ضربه جزاء. الماتش الوحيد اللي انت كنت قايل تكسبه ما قدرتش تكسبه. يا عم اكسب يا عم، هتاخد 2 مليون دولار على الاقل، اكسب تحس ان انت عملت حاجه. نحس ان احنا ما بقيناش نروح نشوف اللعب المشرف. عرفتونا بالتشريف او الزفت. العبوا كوره يا جدعان، انتوا لعيبه دماغكم فيها ايه؟ فيها ايه؟ حرام عليكم. احنا والمصحف تعبنا نفسيا. النهارده بالنسبه لنا الماتش حياه او موت. لازم الاهلي يكسب بورتو، لازم، ملهاش حل تاني. غير كده انا واحد من الناس هطلع اقطع لعيبه الاهلي كلهم بجد. انا مستني ماتش الاهلي عشان انا اتحرق دمي. انا اتحرق دمي في ماتش انتر ميامي، واتحرق دمي في ماتش بالميراس. والله العظيم قاعد بص بشد في شعري بسبب الماتشين. مش فاهم انا ازاي. انا كان عندي امل، كنت بفكر ان احنا هنعمل ايه بعد دور ال 16. الاهلي لازم يعدي. كنت متوقع ان الاهلي لا، دور ال 16 ده هو راكبه واساسي. لكن دايما زي ما بنتوقع الاهلي في المحافل العالميه ترمي عليه عشم كبير جدا وهو يخذلك. معرفش ليه عالميا. عارف ليه؟ او انا شايف من وجهه نظري ان الدماغ لسه محليه. لعيبه عندها امكانيات عالميه، ولكن الدماغ محليه. الدماغ مش قادره تستوعب فكره ان انا ممكن اكسب بالميراس، ان انا ممكن اكسب بورتو، ان انا ممكن اكسب انتر ميامي. مش قادر استوعب ده. ركبي بتنزل بتخبط في بعضها. ماتش بورتو هو الفيصل في الحته دي كلها، في القصه دي كلها، في كاس العالم للانديه. لازم الاهلي يعمل اللي عليه ويكسب بورتو ويسيب الباقي. وانا متوقع ان شاء الله الاهلي لو عمل اللي عليه وكسب بورتو 2 أو 3 ان شاء الله بالميراس يكسب انتر ميامي 2-0 ونصعد ان شاء الله. بس الاهلي يعمل اللي عليه. هنستنى وهنشوف، وهنطلع بعد الماتش نحلل ونقطع. ولو اللعيبه اثرت هنفشخ كل لعيب اثر في الملعب. كل لعيب يجيب اخر نقطه عرق في جسمه، يجيب اخر نقطه دم في جسمه. الماتش ده مساله حياه او موت، لا تكسبوا لا نطلع نفشخكم. سلام.